بدات حتى القلب ديالنا، ومشاو عند باواتنا قال لهم قولوا لولادكم يبعدوا من هذوك الناس بانهم مجرمين. عقل بان عامل بحالهم مجرم. لاش هذا مجرم؟ هذا الذي يقول عليه السيد عمدة المدينة هذا مجرم. 23 سنة أنا سيرت على ولدي 4 المليون في ثمن البنك، ودابا مازال كنخلص الكريدي، حتى ريال ما خديتو كتقطع عليه التغطية الصحية. فين كاين هذا الشيء هذا عباد الله؟ اللهم هذا منكر. واش ما عندناش حق حنا؟ ما عندناش حق في هذا الشعب في هذه البلاد هذه؟ اشنو هو؟ فين نمشيو؟ نجيبوا ولادنا نحرقوهم هنا؟ اش غناكلوا؟ غناكلوا حاشاك الزبل؟ ما عندنا ما غادي ناكلوا. عليه الحرام كاع في جيبنا 9 درهم ومشى التاريه لدابا. فين غنمشي؟ اللهم هذا منكر. عندي 7 الوقود وعندي امي هشاله، عندي خويا معايا، عندي اختي معايا، 10 نفوس كنخدم عليهم انا. فين غادي نمشي انايا؟ عندي 23 عام السيرفيس، عميت في الزبل، تزحفت، تعقبت بالجاج، تعقبت بالويل. فين غادي نعطيو براسنا حنا؟ فين غتمشي هاد العمال؟ فين غتمشي هاد العائلات؟ غتمشي تسرق؟ غتمشي تخطف؟ ما كنعرفوا نسرقوا، ما كنعرفوا نخطفوا. الى يوم 4/7/2011 كيتم ارسال فرق من التدخل السريع من القوة المساعدة ومن السيمي ومن اللي ضرب العمال واستفزاز الطبقة الكديحة، لأنها لها مطلب واحد وليس بمطلب بل بمستحق، لأن المطلب يجب علينا أن نتحاور، ولكن المستحقات لا حوار لها. من ضمن هذه المستحقات هي أنه لأن كان السيد العمدة عنده علاقة مع شركة كمير، ومن بعد ما أنه جاب واحد الفتوى شركة كمير أنها تبت، وهي شركة كمير ما تبتش، لأنها راه مازال دابا شركة كمير فاس. والسيد مدير الشركة ديال كمير اللي هو العزوزي الإدريسي كيقول لك أنا سيروا دعيوني نتوما كعمال، فلوسكم راه دايا السيد العمدة. وحنا المطالب ديالنا اللي مشات لنا في الظرف ديال كمير هي أنه تغطية صحية لمدة 15 شهر، تعويضات العائلية من شهر ابريل الى غايه ماي، ابره ديال التلقيح اللي تسمى بتيتانكس لن نضربوها، لاننا حنا عندنا واحد العامل اللي كيأدي للتطبيب، وحنا لن نلتحق بهذا التطبيب. بدلة العمل لسنتين لما ادى بنا في ايام الشتاء وايام الصيف. ايام الشتاء كنخدموا بميكا، وايام الصيف كنضطروا نخدموا بحوايج ديالنا ديال الدار الملبوس ديالنا اللي والعطل السنويه اللي كينص عليها الدستور، اللي كينص عليها المدونه ديال الشغل، ان العامل له المستحقات ديالو من ضمن الكونجي لمده ديال سنتين. بعض العمال كاين اللي قابض من هاد العامين، وكاين بعض العمال اللي كيسالوا هذا العام مع العطل السنويه، مع العطل الاعياد الدينيه والاعياد الوطنيه، بالاضافه الى الحصول من بعد ما انه مشات هذه الشركه ديال كمير كيقول منين توجهنا السيد العمده قال لك عليكم بالدعوه، سيروا للدعوه. صافي صافي تضربونا حنا عاوتاني. المستحقات اللي كتهم الشركه ديال كمير قال لنا السيد العمده سيروا دعيوه. كيف يعقل؟ حنا ناس كبار، عندنا ناس اللي مازال له 6 شهور، مازال له عام للتقاعد ويدعيه. كيف ندعيوه وحنا بان المجلس البلدي هو الضمانه الوحيده، لانه هو صارف الامر ديال هذا القطاع هذا اللي هو قطاع النظافه. واذا بك كنتفاجئوا حتى بالاتمام ديال شهر ماي كتقطع لنا الاجره ديالنا، سردوا لنا فلوس السماك، مع العلم اننا حنايا عمال مستمرين ليس بعمال مؤقتين، لان حنا كيف نص علينا المدونه ديال كينص علينا السي بي اس اللي كاين دابا باننا قبل من السي بي اس اللي كاين باننا حنا مرسمون. واذا بك بغا يردنا للسماك، وكنتهدوا بان غنوليو انعاش، وكنتهدوا بان غنطردوا، وكنتهدوا بان غنضربوا. وعلى سبيل المثال هو الضرب ديال البارح ديال السلطات اللي جات قمعتنا، ضربت ناس كبار مثل الاخ حميدو ها هو ومثل الاخ عبد الله، واش هادو مجرمين؟ واضيف مره اخرى كاينه بعض الناس اللي محسوبه على المجلس البلدي لا علاقه لها بالقطاع ديالنا، وجاو البارح 3 طوموبيلات بالسيوفه امام انظار المواطنين. واحد الفئه تقدر ب90 عامل كلها مؤقته لمده 2 سنين، وهي تقتضي اجره
ليس بأجرة المغاربة، ليس بأجرة الذي ينص عليه مدونة الشغل، ليس بالأجر التي يريد صاحب الجلالة، ليس بالأجر التي ينادي بها العالم، بأجرة بأجرة 1300 درهم للعامل. وشاهدوا ماذا يعمل هذا العامل. إذا كان عامل ب 1300 درهم يهز هذا الشيء، الله من هذا منكر.